ده حجر رشيد، وده اللي عثر عليه أحد جنود الحملة الفرنسية سنة 1898. ده حجر رشيد، وده اللي عثر عليه أحد جنود الحملة الفرنسية سنة 1898. الحقيقة حجر رشيد ده هو اللي حل الرموز بتاعة الكتابة المصرية القديمة. ليه بقى؟ وجدنا إن دي رسالة من الكهنة المصريين في عهد الاحتلال اليوناني اللي هو عهد البطالمة. بطليموس الخامس كان عمل حاجات حلوة للمصريين وشال ضرايب عنهم وبتاع، فعاملين له زي ما تقول رسالة شكر. الرسالة ده هي الحظ الجميل انها اتكتبت بالكتابة الهيروغليفية اولا، ثم الهيراتيقية ثانيا، ثم اليونانية ثالثا. طبعا في الوقت ده اليونانية معروفة، فابتدوا يقارنوا بقى. يعني مثلا كلمة بطليموس فمكانها هنا يبقى يعرف الحروف بتاعتها دي، يبقى هي دي، يبقى عارف حرف البي والتي والال والى اخره. جان فرانسوا شامبليون بعد الحملة الفرنسية، يعني الحملة الفرنسية قعدت 3 سنين، قعدوا معانا يعني مشيوا سنة 1801. فين بقى سنة 1822 ظهر شامبليون اللي هو فك رموز الكتابة الهيروغليفية، وبالطريقة دي قدرنا نعرف تاريخ بلدنا حاجات كتيرة قوي. شامبليون كان يتقن 7 لغات، منهم الكتابة القبطية، ودي ساعدته كتير قوي. في واحد راجل انجليزي حاول قبل منه اسمه يانج، وواحد مصري برضو والكل معترف بيه حتى كليات الآثار وبتاع، اللي هو يوحنا الشفتشي، لأن كان يعرف القراءة المصرية القديمة، ساعدوا فيها مساعدة كبيرة قوي. المهم قدر جان فرانسوا شامبليون 1822 إن هو يحل رموز الكتابة المصرية القديمة. هنا برضو أحب أوريكم إزاي إن الحروف المصرية، يعني مثلا مصر كانت تختار الحرف يا إما لأنه يعبر عن صوت مثلا، يعني مثلا لو جينا هنا خدنا الحرف ده حرف ر، ده الآر في الإنجليزية ودي العربي. طب ليه عملوه شفتين؟ ده في الهيروغليفية ده حرف الر، لأن كلمة تتكلم في مصر القديمة ولغاية النهاردة أقول له إيه؟ وانطق. كلمة دي كلمة مصرية قديمة. ففي 15 حرف دخلوا في اللغة العربية أو في الكتابة العربية أو في الحروف العربية. يعني إحنا شلنا الشفة الفوقانية دي وخلينا اللي تحت دي، فبقت حرف الر العربي. مثلا عندك هنا وانا دي ده حرف اله في المصرية القديمة. طيب ما انت لو كملت دي كده هيبقى حرف اله العربية، بس هنا لو حطينا حرف اله دي غير دي هتبقى هي اله في العرب، واخد بالك؟ فادي حرف اله دخل برضو في الابجدية المصرية. ده مثلا امواج البحر هي حرف النون في المصرية القديمة، وهي بتبقى بالشكل ده. فاحنا خدنا واحدة منها بقت في الانجليزي كده اهو موجة من موجات البحر، وبقت كده موجة من موجات البحر. وما ننساش ان النقط والتشكيل
دخل على الحروف العربية في العصر الأموي، إنما قبل كده، قبل العصر الأموي ما كانش فيه نقط ولا كان فيه تشكيل. مثلا حرف الألف الإيه ده هو، ليه اختاروا الصقر على أن يكون حرف الألف؟ لأن كانت نظرتهم للصقر أنه طائر مقدس. طب ليه طائر مقدس؟ طائر مقدس لأنه أولا هذا الطائر لما قال ده حرف الألف، حرف الألف لا شيء قبله والله لا أحد قبله، وهو كان ينظر لهذا الطائر إنه مقدس وأن فيه صفات إلهية. ليه؟ لأن ما عندوش جفن ثالث، والله لا يغفى عن رؤية البشر، وعمره ما ينزل على الأرض، دائما في قمم الجبال والمرتفعات، والمجد لله في الأعالي. فجعل الصقر وهو رمز مقدس، وعشان كده نسمع عن صقر حورس، وبعد كده العرب خدوه صقر قريش وهكذا. وفعلا هذا الطائر هو الطائر النبيل، ويعني من صفاته أيضا أن عمره ما يهاجم الأعشاش، إنما لما بيصطاد فريسته وهي طايرة عشان يديلها فرصة للهرب إذا كانت هتقدر تهرب. فاختيارات الحروف في مصر القديمة كان له أساس فلسفي وعلمي. مثلا في كلمات برضو، مثلا هنا الكلام ده هو مثلا ده حرف الحاء، ودايما على هيئة حبل، وما ننساش اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. فده حرف الحاء في مصر القديمة، وده حرف الر. لو تتقرأ جرح نفر يعني جميل، وجرح معناها ليلة سعيدة أو ليلة جميلة. مثلا لو خدنا دهيا على سبيل المثال هنجد إنها أدي اله وأدي الر، فدي لما تتنطق هيرو نفر. هيرو اللي هي نهارك سعيد، جت منها نهار هيرو. ونجد برضو الكتاب اللي هو الخروج إلى النهار، اللي هو ترجمه ليسبيس ترجمة خاطئة وأسماه كتاب الموتى، بوخنتات اللي هو بوخنتوتن اللي هو الكتاب الموتى، إنما هو اسمه الخروج إلى النهار. بر أمهرو، بر يعني الخروج، اخرج بره. حتى لغاية دلوقتي ما واحد تقول له بتقول كلمة مصرية بتترجمها عربي، اخرج بره اللي هي بر يعني اخرج أو الخروج، أم يعني إلى، هيرو يعني النهار، الخروج إلى النهار. إنما لأن الكتاب ده هو وجد في المقابر، فليبسيوس الألماني ترجمه وقال كتاب الموتى. وطبعا ده كلام غلط، لأن لما قال القرآن أو الأنجيل في مقبرة، مش هقول إن ده كتاب الموتى، هسميه القرآن أو الأنجيل. فبرضه هذا الكتاب مفروض يسمى بر أمهرو. دي لو خدناها على سبيل المثال تتنطق حمت، ودي معناها زوجة. كلمة حمت ملهاش دعوة بالحمى، إنما زوجة. إنما مثلا دي على سبيل المثال أهو، ده حرف الميم أهو. حرف الميم دي دايما في مصر القديمة في الهيروغليفية يبقى على هيئة بومة. لما حبينا نبسط علينا الكتابة، فإحنا عملنا إيه؟ شلنا بطن البومة، خلينا راسها وظهرها، بقت حرف الميم في العربية اللي هي موجودة، وهي دي اللي هي الكتابة الهيراتيقية. فالهيراتيقية هي كتابة بس فيها شيء من التبسيط عشان بسهولة أقدر أكتب. ده على سبيل المثال برضو لو خدنا دهية هنجد ان دي معناها اخ او سن معناها اخ، سنت معناها اخت، وهكذا. يعني في كتير قوي من الكلمات اللي هي نقدر. فالحروف في الكتابة المصرية حوالي 31 حرف. يعني يكفي ان انا اذكر لكم ان عالم من العلماء اسمه بارتيلوت، عالم نبات، جاء هنا مصر وقرأ نص بالهيروغليفية مكتوب: الإنسان
يولد ويموت ولكنه يبعث من جديد، ولكن عليه أن يبعث نظيفا كزهرة اللوتس. رجع بلده. ايه زهرة اللوتس؟ تحت الميكروسكوب الإلكتروني لقى ان لو حط عليها مية تحولها لذرات وتقع، صمغ مائي يتحول لذرات ويقع، مية بطين يتحول لذرات وتقع. فحط ايده على اكتشاف كبير قوي، عمل معلقة السطح بتاعها زي سطح زهرة اللوتس، يحطها في العسل الأبيض تطلع من غير عسل. وأي حد منكم انتوا شطار قوي لما يرجع النهارده يكتب كده هاني سبون وذ لوتس افكت، معلقة العسل بالسطح بتاعها زي زهرة اللوتس. باع الاكتشاف بتاعه لشركات الأجهزة الطبية، عملوا الصمامات سطحها زي زهرة اللوتس عشان الدم ما يلزقش عليها، عملوا الشرايين الصناعية سطحها زي زهرة اللوتس فالدم ما يتجلطش عليها. وبالطريقة دي احنا ريحنا المريض من ان هو يقعد طول عمره ياخد حاجات للسيولة زي البلافيكس وزي الاسبرين وزي الحاجات دي كلها. فالراجل ده اصبح ملياردير، لدرجة ان ساينتفك امريكان المجلة الامريكية العلمية العظيمة دي قالت هذا القرن اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، القرن ال21، هو قرن زهرة اللوتس. هذا الرجل جاء عندنا في مصر وقرأ هذا النص اللي موجود، واستطاع ان هو يقلب الدنيا كلها من اولها لاخرها. دلوقتي اسطح السيارات والطيارات لوتس افكت، بيدهنوا العمارات من بره باللوتس افكت عشان خلاص اي حاجه مش حلوه او مش نظيفه تيجي عليها تقع، وهكذا. شوف قد ايه هم بيستفيدوا وقد ايه احنا هنستفيد لما نتعلم قراءه الكتابه بتاعتنا واللغه بتاعتنا.